من ضمن الطرق والأساليب اللي تخليك شخص مرتاح نفسيا، أو أساليب الراحة النفسية بمعنى أصح، هو إن أنت تبقى شخص عندك قبول للألم. اللي هو ازاي؟ قبل بقى ما تتكيف معاه، وقبل ازاي تتخطى، وقبل ازاي ان انت تطور من الامور وتحسن من نفسيتك، هو قبل اي شيء ان انت شخص تبقى قابل ان في حاجة اسمها ألم. عندك قبول ان الدنيا دي تعب ومشقة وارهاق وابس اند داونز ومنحنيات. قبل كل ده لازم تقبل الألم. لازم تبقى عارف في يوم من الأيام إن أنت ممكن تفقد شخص عزيز عليك جدا، ممكن تخسر أشخاص صحابك كنت بتثق فيهم، ممكن مثلا دخلت في علاقة بس ما حصلش نصيب. فقبل أي حاجة لازم اقبل طبيعة الدنيا. فعشان تبقى شخص مرتاح نفسيا لازم تقبل إن في ألم. ولقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد اللي هو إيه؟ المشقة والتعب والإرهاق. فده قبل أي حاجة. فعشان تبقى شخص مرتاح لازم تبقى عندك قبول للألم.